السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات واكتبوا من أي بلد بتتفرج علينا دلوقتي، لأن الحلقة دي مش مجرد قصة عن دولة اسمها سويسرا، دي قصة عن فكرة غيرت شكل السياسة في أوروبا كلها. تخيل معايا دولة صغيرة جدا، مش إمبراطورية، مش قوة عظمى، لكن محاطة بأقوى دول في التاريخ. فرنسا من ناحية، ألمانيا من ناحية، إيطاليا من ناحية. دول إمبراطوريات قامت وسقطت، حروب عالمية اشتعلت حوالين العالم كله، لكن وسط ده كله في دولة صغيرة جدا اسمها سويسرا، ولا مرة تقريبا اتدمرت، ولا مرة اتحكم عليها بالاختفاء، ولا مرة حد قدر يأكلها زي باقي الدول. السؤال اللي لازم نسأله، إزاي ده حصل؟ البداية، قبل الأسطورة كانت سويسرا مجرد فوضى. ناس كتير فاكرة إن سويسرا من البداية كانت دولة منظمة وهادية، لكن الحقيقة مختلفة تماما. لو رجعنا مئات السنين لورا هنلاقي إن المنطقة دي كانت عبارة عن تجمعات صغيرة جدا، مدن، قرى، اتحادات محلية، كل منطقة ليها قوانينها وليها صراعاتها. يعني ببساطة مكان ما فيهوش دولة موحدة بالشكل اللي نعرفه النهاردة، وكان طبيعي جدا وقتها إن أي قوة أكبر تيجي تسيطر عليهم. وأوروبا في الوقت ده كانت عبارة عن مسرح دموي مفتوح، كل دولة بتحاول توسع حدودها على حساب التانية. مفيش قانون دولي، مفيش حماية، مفيش فكرة اسمها حياد. لحظة الكسر، معركة مارينيانو 1515 في سنة 1515 حصل حدث غير كل حاجة، معركة اسمها مارينيانو. المعركة دي كانت بين قوات سويسرية وتحالف فرنسي، وكانت واحدة من أعنف معارك العصر ده. الخسائر كانت ضخمة جدا، آلاف القتلى، انهيار معنوي، وخسارة واضحة في القوة العسكرية. لكن الأخطر من الهزيمة نفسها كان الإحساس اللي بعدها، الإحساس إن لو كملنا بنفس الطريقة إحنا بنختفي. ومن هنا بدأت لحظة التحول التاريخية، القرار اللي غير التاريخ، فكرة الحياة بعد سنين من التفكير. ظهر قرار غريب جدا وقتها. سويسرا قالت: إحنا مش هنبقى طرف في أي حرب تانية. لكن خلينا نفهم، الكلام ده في أوروبا وقتها كان شبه انتحار سياسي، لأن أي دولة ما تختارش طرف كانت بتتعتبر ضعيفة أو مستهدفة. لكن السويسريين قرروا يعملوا حاجة مختلفة تماماً، مش بس يعلنوا حياد، لكن يبنوا نظام كامل يخليه حياد بالقوة. ليه الحياد في سويسرا نجح؟ سويسرا ما اعتمدتش على فكرة واحدة، لكن على منظومة كاملة. واحد، الجغرافيا، جبال الألب مش مجرد طبيعة، دي حصون طبيعية ضخمة جدا. تخيل جيش كامل بيحاول يتسلق جبال ضخمة عشان يدخل دولة، الموضوع مش سهل إطلاقا. اثنان، الردع العسكري. سويسرا ما قالتش إحنا مسالمين وخلاص، لكن قالت إحنا مسالمين لكن مش ضعفاء. عندهم جيش دفاعي قوي جدا، هدفه مش الهجوم لكن منع أي غزو. ثلاثة، الحياد السياسي الصارم، لا تحالفات عسكرية، لا انحياز، لا استفزاز لأي طرف. يعني ببساطة أنا خارج اللعبة بالكامل. الحرب العالمية، الاختبار الحقيقي. لو الحياد ده مجرد كلام كان انتهى في أول حرب عالمية، لكن اللي حصل كان العكس تماما. في الحرب العالمية الأولى وبعدها الثانية العالم كله كان بيحترق، مدن بتدمر، دول بتقع، خرائط بتتغير، وسويسرا واقفة في النص. ليه؟ لأنها كانت بتلعب لعبة مختلفة تماما. أي اختراق يساوي رد سريع، أي تهديد يساوي رفض فوري، أي ضغط على موقف ثابت. لكن الأهم من كل ده إنها كانت غير قابلة للاستفزاز. السر اللي بيشغل العالم كله، البنوك السويسرية. هنا بقى ندخل على الجزء اللي الكل عارفه بس مش فاهمه صح. ليه العالم كله بيحط فلوسه في سويسرا؟ الإجابة: النظام البنكي السويسري. سويسرا بنت واحد من أقوى الأنظمة المالية في العالم، قائم على فكرة السرية المصرفية. لفترة طويلة جدا كانت الحسابات البنكية هناك محمية بشكل قوي جدا، وده خلى سويسرا تتحول إلى مركز مالي عالمي، ملاذ للاستثمار، مكان للثقة المالية. لكن الأهم مش السرية بس، لكن الثقة. الناس بتثق إن النظام هناك مستقر، مش بيتغير فجأة، ومش بيتدخل سياسيا بشكل عشوائي. أغرب نقطة، 4 لغات داخل دولة واحدة. سويسرا عندها 4 لغات رسمية، ألماني، فرنسي، إيطالي ورومانش، يعني دولة واحدة، لكن هويات مختلفة جدا. ومع ذلك مفيش انهيار داخلي، مفيش حرب أهلية، مفيش تفكك. ليه؟ لأن النظام هناك معمول على فكرة التوازن بدل السيطرة. كل طرف له صوت، لكن مفيش طرف يسيطر لوحده. الخلاصة:
سويسرا كمعادلة بقاء ذكية. لو جمعنا كل ده هنلاقي إن سويسرا مش دولة محايدة وخلاص، لكن نظام بقاء كامل، قوة دفاعية تمنع أي عدوان حياد سياسي يمنع الاستهداف جغرافيا صعبة الاختراق، نظام داخلي متوازن واقتصاد قوي ومستقر، والنتيجة استقرار نادر جدا في عالم مليان صراعات. قبل النهاية اكتب في الكومنتات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في قناة أسرار صامتة وفعل الجرس، لأن الحلقات الجاية هتكشف أسرار أخطر بكتير. النهاية سويسرا بتعلمنا درس مهم جدا، مش لازم تكون أكبر دولة في العالم عشان تعيش، لكن لازم تكون أذكى دولة في طريقة وجودك داخل العالم. لكن السؤال اللي يفضل مفتوح، هل الحياد قوة حقيقية ولا مجرد هدوء مؤقت في عالم مش بيهدى أبدا؟ اكتب رأيك، لأن القصة لسه مكملة.